اول كره اليكس ايوبي دخل بديلا لموزيس، طلع كليتشي وطلع احمد موسى وطلع ايضا موزيس ودفع بامين. اوه خطره جدا خطره جدا. الهدف الثاني يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا حماده. حماده طلبه ايه؟ حماده طلبه يطلع هدف من فيكتور موزيس. ادي حماده طلبه بقى، الكره دي تكفي حماده. هدف الثاني كان الهدف القاتل بمثابه رصاص الرحمه، وفيكتور موزيس والتألق في اللقطه دي. ادي الدفاع اتضرب، لكن فدائيه من حماده طلبه لا تجدها الا في حماده طلبه. اذا كنا بنحمله جانب من الهدف اللي سجل عن طريق اللاعب ايتوبو في المتابعه، لكن امامنا هنا ايه؟ حماده طلبه باقتدار. فرصه ضايعه من موزيس في الدقيقه 84. فيكتور موزيس، ادي حماده طلبه فدائيه يعني يحسد عليه، فدائيه رجوله، ودي السمه ودي المؤهلات اللي وضعته النهارده اساسيا في هذه المباراه. ولقطه المباراه من حماده طلبه، هي دي لقطه المباراه. هدف ايتوبو، تسديده قويه، ادي حماده طلبه فدائيه كبيره جدا، ولكن فيكتور موزيس برضه لعبها بثقه بغرور. ادي الهدف كليتشي، ارتداد الكره، وامامنا ايتوبو بقى في اللقطه دي والمتابعه. طبعا يعني لحظه تسديد وارتداد الكره، التسلل وعدم التسلل بقى يعني هي صعبه، لكن اعتقد ما فيهاش تسلل. ادي امامنا هي لحظه تسديد، هنا بقى اللحظه دي المعيار، هل هو كان سابق ايتوبو وخط